بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله تعالى في ربوع طيبة الطيبة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المنورة. ونحن الآن نسير في داخل حرم الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة الضخمة الكبيرة التي خرجت أجيالا من الدعاة إلى الله تعالى في أقطار المعمورة. هذه الجامعة بكلياتها المتعددة، والتي مر عليها الكثير من العلماء وطلاب العلم الذين عادوا إلى بلادهم مصابيح هدى ومشاعل للإيمان. ونحن الآن في ثنايا بعض هذه الكليات. مررنا بكلية العلوم وكلية الحاسب الآلي، ونحن نسير في ربوع هذه الكليات لنتعرف على هذه الجامعة العظيمة التليدة. وهذه الجامعة اشتهرت بأنها تقبل المسلمين من كافة أنحاء الأرض، وتقبلهم بمنح يأتون إليها فيدرسون ويتعلمون ويتخرجون على مستويات عالية في ضروب العلم الشرعي والمعرفة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجامعة الإسلامية تمتد جذورها إلى أكثر من 100 عام، وقامت بشكل كبير خدمة للأمة الإسلامية في ربوع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، والمدينة المنورة هي معدن الإيمان الأول، وهي مكان طلب العلم الأكبر لكل المسلمين على وجه المعمورة. وطلب العلم كان مركزه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلاب العلم سيأتون بشكل كبير إلى مسجده وإلى مدينته صلى الله عليه وسلم. وأوصى أصحابه الكرام بأن يعلموهم ويتلطفوا بهم ويقوموا بحقهم، فإن حقهم عظيم. هذا المبنى الذي أمامنا هو مبنى لمواقف السيارات، والمبنى التالي الذي بعده الشمس في وجوهنا الآن هو لعمادة القبول والتسجيل. دعونا نريكم. هذا هنا مبنى السنة التحضيرية، هنا عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب في هذه المباني. وهذه بعضها مبان جديدة، وتتكون الجامعة الإسلامية من مجموعة ضخمة من المباني التي هي كليات ومساكن للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، وكذلك فيها ملاعب ومرافق ووحدة طبية وصحية. وكذلك انتقلت إليها مؤخرا مدرسة دار العلوم الشرعية بمراحلها الأساسية. وهنا عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات. وكما تلاحظون هنا يأتي على الطرف الآخر من الشارع بوابة جامعة الطيبة التي تكون خارج حد الحرم، لأن الجامعة الإسلامية وجامعة الطيبة متقابلتان، فأما الجامعة الإسلامية فداخل حد الحرم، وأما جامعة الطيبة فخارج حد الحرم. وهنا الآن نسير في هذه الطرق، وعن يمين الشاشة تلاحظون أحد البوابات الكبرى للجامعة الإسلامية كما ترون. مباني ضخمة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، وقد شهدت حراكا معماريا ضخما في الفترة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمامنا مباشرة عن يسار الشاشة جبل الحبوش، جبل غراب حبشي. ونريد أن نريكم ما نستطيع. مجمع المركز، مراكز ومجمعات العمادات المساندة والعمادات المساندة وشؤون الطلاب والقبول والتسجيل كلها موجودة. وهناك مجرى لأحد الوديان قد احتفر، مجرى مصبوب بالخرسانة.
هذا هو المجرى كما تشاهدون. ونحن طبعا هذه كلها مجاري لوادي العقيق، لأننا في مسيل وادي العقيق الوادي المبارك، ونحن في منطقة العرس الصغرى، وقصر سعيد بن العاص قريب جدا من هذه المواضع. كما ترون هذه المباني التي مررنا بها، وهناك مبان كذلك جديدة تحت الإنشاء هنا. وأمامنا مبنى السنة التحضيرية للكليات العلمية. تتميز الجامعة الإسلامية بجديتها وقوتها الكبيرة. كلية اللغة العربية الآن تظهر عن يسارنا، وكلية الحاسب الآلي بعدها، وبعدها كلية العلوم كما ترون. وهذا مبنى لمواقف السيارات، وهناك حركة بناء كبيرة وضخمة في هذه الجامعة العتيدة. إذا ذهبنا بهذا الاتجاه فإننا نتجه إلى مناطق الصالات الرياضية. كلية الهندسة عن يسارنا الآن، وراءها معاملها، معامل كلية الهندسة هنا. وهذه منطقة الملاعب، وهنالك استادات تبنى حاليا للأنشطة الرياضية. أمامنا يظهر الآن في الشاشة مركز المؤتمرات الأكبر في البلاد، والذي سوف يفتتح قريبا بمشيئة الله تعالى. وطبعا نحن الآن نكاد ننهي الثلث الأول من شهر شعبان، والامتحانات على الأبواب. ستبدأ الامتحانات قريبا لكل المستويات ولكل المدارس والمعاهد والجامعات العلمية. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد لكل الطلاب والطالبات الممتحنين. وهذا استاد رياضي يتم الآن حاليا بناؤه وإعداده ليكون مكانا للطلاب لنشاطهم البدني. وهذه جماء عاقل أو عاقر، وهي خارج حد حرم المدينة النبوية. ونعود الآن بعد أن أثرت الشمس في وجوهنا. انظروا، هذا مدخل الاستاد الرياضي هنا، وهو تحت الإنشاء. وأمامنا مباشرة فندق ميريديان المدينة المنورة، الذي كان سابقا يعرف باسم فندق الشيراتون. وكل هذه المواضع في وادي العقيق. طبعا الفندق الميريديان خارج أسوار الجامعة الإسلامية، خارج أسوار الجامعة الإسلامية بطبيعة الحال. ولا زلنا نسير في هذه الجامعة. وأمامنا جماء أم خالد. أم خالد الآن تظهر أمامنا بامتدادها الضخم، وعن يميننا ملاعب حالية. والطلاب هنا طلاب علم صالحون، الكثير منهم يقضي جل وقته في التعلم في هذه الجامعة، ثم إذا قضى تعليمه ركب إلى المسجد النبوي الشريف مباشرة وجلس يستمع الدروس العلمية هناك. يعني نحن نشاهد طلاب الجامعة الإسلامية بكثرة كاثرة يحضرون دروس العلم في المسجد النبوي الشريف. وهذا ليس بالمستغرب على من جاء يطلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل دقيقة وكل يوم محسوب عليه، ويجب فيه أن يكون مغتنما لوقته. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في أحد مواقف السيارات الضخمة. أمامنا مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز ابن باز، الذي كان مديرا للجامعة الإسلامية. ونريد
كذلك أن نريكم كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، ومن خلفها كلية الدعوة وأصول الدين، من الكليات الضخمة في الجامعة الإسلامية. هذه مباني إدارية في الجامعة الإسلامية، والآن ندور هكذا حتى تروا كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية هنا كما ترونها. طبعا في الجامعة الإسلامية، وهي جامعة للرجال فقط ولا يوجد فيها أقسام للطالبات، هنالك طبعا درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهناك نقاشات مستمرة لطلاب الدراسات العليا لا تتوقف أبدا باستمرار. وقد تشرفت قناة علوم طيبة بأنها سجلت عددا من رسائل الماجستير والمناقشات التي تحصل فيها، وهذا أحد المباني أيضا تحت الإنشاء. وهناك قاعات ومدرجات للطلاب وللمحاضرات وللمحاضرين كبيرة الحجم كذلك. وتتميز الجامعة الإسلامية بأنشطتها الكثيرة ودوراتها التي لا تنقطع، ففيها دورات مستمرة في القراءات وفي الخط العربي وفي المكتبة الشاملة وفي مهارات الحاسب الآلي وفي تقنيات البحث العلمي، في أشياء كثيرة جدا. فالعمل النشاطات اللامنهجية فيها أيضا عالية للغاية. وانظروا إلى هذه المباني الجميلة هنا، ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. هذه كلها هنا من المباني التي نمر بها. ويعقد فيها سنويا كذلك معرض ضخم، معرض الكتاب، وأيضا فيها مجالات تنافسية ضخمة بين طلابها المنتسبين إليها. وتعد فرصة الدراسة في الجامعة الإسلامية فرصة عظيمة. هذه بوابة ضخمة للدخول إلى الكليات، وحيث أننا قد دخلنا وجلنا، وهذه خيمة معرض الكتاب السابق والمكتبة المركزية عن يميننا، ثم هذه هذه البوابة الرئيسية الأمامية التي تفتح على قلب المدينة المنورة من جهة وادي العقيق. نحن الآن أمامها مباشرة، وإذا خرجنا منها فإننا نخرج إلى دوار الجامعة الإسلامية، ومن هذا الدوار يتوصل بعد ذلك للدخول إلى كوبري مضروب على المسيل الكبير لوادي العقيق. أمامنا جبل أحد كما ترون، والآن هذا هو الكوبري، وتحتنا الآن مسيل العقيق الضخم. انظروا، هذا مسيل العقيق يتبين لنا من هنا. وبعد ذلك ندخل فيما يسمى بحي القبلتين في منطقة الأزهري، وهي من المناطق الفخمة الراقية جدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون. ودخلنا الآن إلى النطاق العمراني في مدينته صلى الله عليه وسلم. بسم الله. ونبرأ إلى الله من كل ذنب ومن كل معصية، ونستعيذ بالله من الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمامنا جبل أحد، ونحن في طريق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والمسمى بطريق سلطانة. ونحن الآن في ديار بني سواد من بني سلمة، بنو سواد من بني سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقطعنا الآن عموديا علينا طريق سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وأما إذا مشينا بخط مستقيم فإننا ندخل باتجاه المنطقة المركزية والوصول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد حوالي 4 كيلومترات تقريبا.
يحتاج المرء إلى أن يسير بشكل مستقيم. ثم بعد ذلك أيضا إذا استمر المرء دون أن يذهب يمنة أو يسرى فإنه يدخل في نفق المناخة بعد ذلك. هذا الشارع يعتبر من أجمل وأرقى شوارع المدينة المنورة في بنيته التحتية وفي أسواقه وفي توزعه وفي المطاعم التي فيه. وهذه المنطقة تعتبر من المناطق الفاخرة الفخمة التي يقطنها علية من أهل المدينة المنورة. وحاليا توجد إصلاحات في هذا الطريق لتوسيعه. وبدأ يظهر الآن عن يمين الشاشة أو في وسطها إلى اليمين بدأ يظهر جبل بنو عبيد الكبير. وجبل بني عبيد هذا هو للفخذ الثاني من بني سلمة بني عبيد، وهو الجبل الذي كان يمر من أمام حفر الخندق، وقد غطيناه في أكثر من مقطع. وأستاذنا عبد الله الشنقيطي حفظه الله تعالى يرى أن هذا هو جبل فتة، على خلاف ما يراه آخرون بأن جبل فتة هو هذا الجبل. فهناك الآن عدة آراء، وطبعا الخلاف يعني هو في تقدير وفهم النص الوارد من المؤرخين الذين ذكروا مثل هذا الأمر. وفي هذه النقطة يتقاطع شارع سيدنا أبو بكر الصديق مع الطريق الدائري الثاني، وهذا أمامنا حي الراية نسبة إلى جبل الراية الذي يقع في قلب الحي في الداخل عن يميننا بعد زهاء الكيلومترين تقريبا. أمامنا جبل أحد. وأيها الأحباب، السير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم متعة ونور وبركة، يعني لا أستطيع أن أصف لكم كمية إحساسي بالأنوار التي أراها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمامنا جبل أحد، وتحته النور مول من أكبر مولات المدينة المنورة حاليا. ونصوره لكم بشكل أفضل. هذا هو النور